السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال بإذن الله. في هذا الفيديو إن شاء الله نحضروا شهيوات متنوعة فيها الحلو والمالح، وشهيوات اللي هي لذيذة، وكذلك ما كتاخدش مني وقت طويل في المطبخ، دغيا تنوجدوها ونخرجوا من المطبخ. إن شاء الله تجربوا هاد الشهيوات وينالوا الإعجاب ديالكم. وإلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات، وألف مرحبا بك في القناة. ونمروا نحضروا الوصفات ديالنا. أول حاجة غادي ندير هي الطويجين. عندي هنا كمية دجاج على حسب عدد الأفراد، هنا تقريبا عندي واحد نص دجاجة، مهم على حسب عدد الأفراد. ديروا الكمية اللي بغيتو. غادي ندوز ندير الشريميلة. هنا عندي واحد المعلقة صغيرة د الإبزار غير مملوءة، معلقة صغيرة مملوءة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة غير مملوءة ديال الخرقوم. وهنا عندي واحد شوية راس معلقة ديال القزبر يابس، شوية ديال الملحة غير شوية نديرو مصير. وهنا كنضيف واحد جوج فصوصات ديال الثومة محكوكين، واحد الراس معلقة ديال القرفة كتعطيني واحد التنسيمة رائعة. وهنا كنضيف زيت الزيتون، واحد 3 د المعالق ديال زيت الزيتون. وكنضيف قزبور ومعدنوس تقريبا واحد جوج معلقات كبار. وكندمج هاد الشرمولة، وكنضيف غير واحد ربيع كاس باش كنخلط هاد الشرمولة ما تبقاش ليا قاصحة. وكنبدا نشرمل الدجاج، فخيضات، صدر، كل واحد يدير شنو تيبغي وعلى حسب عدد الافراد. كتجي هاد الشريميله لذيذه ورائعه. هنا الا كنا زعما عوالين نصوبوا هاد الطاجين ممكن نشرملوه ونخليوه في الثلاجه، نغطيوه بلاستيك غذائي ولا غطلي عاد نصبوه كيجي يا سلام، كيتشرب ليه العطريه مزيان. هنايا انا كنت مزروبه، يلا خرجته من المجمد وشرملته، غنخليه واحد نصف ساعه عاد ندوز نصبو. هنا في الطويجين اللي غادي نصب فيه كندير شويه زيت الروميه، شويه زيت البلديه. وهنا عندي جوج بصيلات متوسطين في الحجم بحال هكا. باش كيجيني ديك التغميره زوينه فاش كنشلضوها بيدينا كتجي رائعه، احسن من نديرها على الخشيبه ونبقى كنقطع. راه بهاد الطريقه كتجي زوينه هذيك التغميره. صافي انا كنبقى نشنف هكا بالموس. والكميه على حسب الذوق، اللي كيبغي التغميره بزاف ممكن نزيدو كميه ديال البصله. انا هنا ما بغيتش التغميره بزاف، بغيت غير ديك المريقة تجي هكا خاترة. صافي ندير دوك جوج بصيلات، ومن بعد كندير الدجاج خليته شوية في ديك العطرية تشرب. وديك الشريميلة كنولي نديرها من الفوق. قزبور يابس كيعطي واحد الطيبة زوينة، ولكن نديرو غير راس معلقة. وكذلك داك القرفة غير راس معلقة كتعطي واحد النسمة رائعة. وهنا عندي زعفران الشعرة، كندير شوية في ماء دافئ في واحد نص كاس، وكنخليه حتى كيطلق. وكنضيفو هاد نصيص كاس هو الكمية ديال الماء اللي درت، لان هاد الطويجين تيطيب على المهل والبصله كتطلق لنا الماء ديالها، فما كيحتاجش نديرو الماء. وفي الفوق كندير واحد جوج طريفات ديال المصير. وصافي وكنديرو هنا من تحت هذا الحديده ديال المسمن. وكنديرو على عافيه مهيله وكنعطيه الحقه في الطياب، وكيطيب على المهل وكيتشرب ديك العطريه كيجي بنين بزاف. هنا غادي ندوز نصاوب بيتزا سميني بيتزا. هنا صراحة البيتزا هكا كانت عندي جاهزة، هذه ديال الدقيق القمح الكامل. يعني خدمت بها باش ما نبقاوش عاوتاني واقفين في الكوزينة النهار كامل كنوجدوا هاد العجين، وهاد العجين يعني ما غاديش نستافدوا من النهار ديالنا. صافي هنا هاد العجين واللي كيكون موجدها من قبل وديرها في المجمد فراه مزيان كيختصر عليه الوقت. بالنسبة للصلصة المعتمدة عندي هنا درت جوج حبات ديال المطيشة، ضفت لهم فصيص ديال الثوم، شوية ديال الملحة، شوية د الإبزار، واحد المعلقة صغيرة ديال سكر سنيدة باش كتكسر لي داك الحموضة. وكذلك واحد المعلقة صغيرة مملوءة ديال مطيشة د الحك، وشوية د الزعتر، وكنديرهم بلا ما على عافية مهيلة. كنخلي ديك المطيشة حتى كطيب، وكتجيني صلصة رائعة وزوينة وسهلة. هنا عمرت بشوية ديال الطون، شوية ديال السوسيس، ودرت شوية ديال الفرماج من الفوق، شوية الزيتون، واحد رشيشة د الزعتر. وها البيتزا ديالي واجدة.
وندوزو نحضرو هاد الكريب اللي حلو كيجي لذيذ. هنا درت 2 كيسان ديال الحليب قياس العنبة، كأس د العنبة و2 بيضات، يعني كل كاس د العنبة كندير فيه حبة ديال البيض. ضفت معلقة ديال سكر سنيدة، كيس ديال الفاني، واحد القبيصة ديال الملحة، وتندمج هاد البيض مع الحليب مزيان. وهنا راه تندير الزبدة دوب، واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة. ديك الزبدة من كندوبها ماشي هي سخونة نضيفها باش ما يطيبليش داك البيض، كندوبها ونخليها شوية دفا، عاد كنضيفها على هاد البيض والحليب معلقة كبيرة، وكندمج مزيان حتى كينسجموا ليا، وممكن نديرهم في الخلاط الكهربائي. وعاد تنضيف كاس ديال دقيق د الفرص، يعني 2 كيسان ديال الحليب مع 2 بيضات، درت فيهم كاس ديال العنبة ديال الدقيق د الفرص، هو اللي يجمع لي هاد الكريب. ومن بعد كنصفيو باش ديك التكتلات ديال الطحين وداكشي كنصفيوها ضروري. وهنايا من وجدت هاد الكريب فكنخليه واحد نصف ساعة يرتاح، عاد كندوز نطيبو. وهنايا انا فضلت نديرهم هكا دي كريب اللي هما صغيورين، اللي بغى يديرهم كبار يديرهم. كتشوفوا راه كيعطيو تبارك الله هاد 2 كيسان ديال الحليب تيعطيو كمية. وغادي ندوز نعمرهم كل واحد باش تيعمر. انا هنا عمرتهم بشويه ديال الشوكولا وشويه ديال البنان، كيتوات الشكلاط والبنان مع هاد الكريب كيجيو زوينين. كل واحد يعمر بلي فروي اللي بغا او بالكراميل، المهم كل واحد تيعمر على حسب الذوق ديالو. وكنديرهم بهذا الشكل. هاد الصغيورين كيجيو ساهلين في الماكله، كيجيو زوينين. وكنستمر حتى كنكمل الكميه ديال هاد الكريب. بالنسبه لصلصه الشوكولا اللي درت ساهله، في المقيله تندير معلقه ديال الشوكولا، اما شوكولا حبيبات العندنا اولا حتى ديك الشوكولا ديال الدهن، كنضيف لها شويه واحد المعلقه ديال الحليب اولا ديال الكريمه اللي توفر، كنديرهم على عافيه مهيله ينسجموا. كنديرهم هكا في خطوط، من الاحسن نديرو في شي بلاستيك باش يجيونا الخطوط مقادين. انا هنا كنت مزروبه دغيا، درت هكا خطوط غير بالمعلقه. وتنزين بشويه ديال البنان اللي مقطع قطع صغيره، وكذلك شويه ديال الفريز مقطع قطع صغيره، كيعطينا داك اللون زوين. حتى الفريز كيتواتر مع الشكلاط ومع البنان وهاد الكريب. وهنا عندي شويه ديال فيوتين درت من الفوق شويه، المهم اولا نديرو شويه د اللوز مهرماش ولا ايفيلي، المهم داكشي كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وها هما لي كريب ديالي واجدين، كيجيو خفاف ولذاذ، والاهم انه دغيا تيوجدوا. هاد النهار درت شهيوات اللي هي دغيا تتوجد وما تاخذش مني وقت طويل في المطبخ، نبقى نهاري كامله واقفه في الكوزينه. هنايا بالنسبه للطويجين راه جا معلك وجا لذيذ، وديك الدغيميره جات خاسره، جا رائع. فضلت نقدموه هكا غير بشويه ديال الزيتون مسلله، ممكن ديروا مع الفريت او اللي بغيتو. درت له شويه ديال الزيتون، والطويجين ديالي واجد. وبالنسبه للعصير نحضر واحد العصير زوين لذيذ وخاتر. عندي العصير ديال التشين، عندي واحد 250 غرام د الفريز، هنا عندي واحد الحبه ديال التفاح اللي قطعتها هكا بالقشور ديالها، حبه ديال التشين كنحيدو لها داك العظم وديك القشره البيضاء، واحد 2 حبات ديال البنان. كيجينا بحال واحد الباناشي وكيجي خاتر ولذيذ. صافي كندير هاد لي فروي، كندير الفريز، كندير البنان، وكنضيف داك التفاح والتشين. هاد التفاح والتشين كيخليو لي هاد العصير واخا هو كيجي طاغي فيه المذاق د الفريز كيجي عاقد. اما ملي كندير غير الفريز والتشين شويه كيجي خفيف. وكنحلي بالسكر ولا باش ما بغيتو ولا بتميرات. هنا درت انا شويه السكر لان عندي التشين شويه حامض. وهو العصير ديالي كيجي لذيذ ومنعش وكيعطي كميه وفيره. هنا تبارك الله راه عطاني تقريبا 2 يطرو. وهذه هي الطبيله اللي حضرنا بشهيوات سهله وسريعه ولذيذه. كريب ما تاخذش الوقت، طويجين كذلك، بيتزا كذلك. وبالنسبه للحريره راني نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف.
وهادو هما الشهيوات ديال اليوم، لذاذين وساهلين إن شاء الله تجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم. وإلا كنتِ أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات. وألف مرحبا بك في القناة وإلى فيديوهات مقبلة إن شاء الله بإذن الله. خليتكم على خير، مع السلامة.